سائق القطار البالغ من العمر 48 عامًا سمير زيتوني هو أسطورة حقيقية، إنه بطل يستحق كل الثناء والتكريم الذي يمكننا منحه له. لذات سامير كوتا البالغ من العمر 48 عامًا وهو من أصل جزائري ورجل مسلم، عمل في شركة القطارات LNER لأكثر من 20 عامًا. الآن سامير حمّى ركابه، وقال المدير العام لشركة NER: "لم يتردد سام وهو يتقدم لحماية من حوله، كان باريت شجاعته مذهلة وإحنا فخورون به للغاية." كان بجد ضباط الشرطة الذين راجعوا لقطات كاميرات المراقبة بعد ذلك إنه لا يقل عن كونه بطلا وقد أنقذ أرواحا بلا شك. حتى وزير النقل يقول إن هناك أشخاصا أحياء اليوم لم يكونوا ليعيشوا لولا هذا الرجل المسلم المهاجر ذو البشرة السمراء. هذا ما يجي للمملكة المتحدة مكانا جميلا، تنوع جميع الأشخاص الطيبين الذين يعيشون هنا. كما أصدرت عائلة سمير بيانا قالت فيه: "لقد تأثرنا بشدة بتدفق الحب واللطف الذي أظهر لسام وبالعديد من التمنيات الطيبة لشفائه. الرعاية اللي قدمها المستشفى والدعم من زملائي في إلينور كان مذهلا. نحن فخورون للغاية بسام وشجاعته. الشرطة وصفته بالبطل مساء السبت، لكنه بالنسبة لنا كان دائما بطلا. دعواتي لسمير، وأتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، وأتمنى لعائلته القوة للتعامل مع هذا الوقت الصعب. آمين. ده تذكير مؤثر جدا للناس شهداء البلد اللي ينشروا زرع الانقسام على أساس العرق والهجرة والدين. من فضلكم توقفوا عن هذا، في الخير والشر في الجميع. هناك أبطال وأشباه أبطال في داخلنا جميعا، لكن اليوم نعترف ونحيي سمير زيتوني، بطل رائع رائع حقا.